هكلمك النهارده على موقع انا كسبت منه شخصيا 43 دولار. مش اي كلام، انا كسبت منه شخصيا 43 دولار. هنتكلم النهارده عن موقع اختصار روابط، من احسن المواقع اللي ممكن تشتغل عليها. طبعا احنا قلنا في الاستراتيجيه دي هنتكلم عن مواقع كتير جدا، لكن كل موقع هنتكلم عليه في فيديو منفصل بكل تفاصيله. النهارده هنتكلم عن موقع exe.io، الموقع الغني عن التعريف والشهير جدا، واللي انا سحبت منه اكتر من 43 دولار. طبعا زي ما انت شايف الموقع بيظهر قدامك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. هوصل له ازاي يا عبد الرحمن؟ الرابط هتلاقيه تحت اسفل الفيديو من غير اي مشاكل. هبدا ادوس على الثلاث شرط كده زي ما انت شايف، وابدا ادوس على كلمه ساين اب، وابدا اسجل عادي جدا من غير اي مشاكل. اول حاجه يوزر نيم، وببدا اكتب الاسم بتاعي. تاني حاجه الايميل، وبكتب اي ايميل جيميل من غير اي مشاكل. بعد كده الباسورد، وبعيد الباسورد ادوس على كلمه اي اجري وكلمه ريجستير، بيبدا يبعت لي رساله على الجيميل، وببدا افتح حسابي من غير اي مشاكل. خلينا نرجع ونروح على كلمه لوجن ان، وابدا افتح حسابي. زي ما انت شايف لوجن ان على طول دخل على حسابي من غير اي مشاكل على لوحه التحكم. اول حاجه بتظهر لك وهي الاحصائيات بتاعتك في نفس اليوم. يعني زي ما انت شايف الفيو عندي 1، يعني النهارده الرابط بتاعي اتعدى مره واحده بس، او حصل لها فيو 1. والسي بي ام او الافريج سي بي ام بتاعي 3 دولار. ليه 3 دولار؟ او بيكتبها لك ليه؟ لان الافريج سي بي ام، او اصلا ايه هو السي بي ام؟ السي بي ام هو معدل الظهور لكل 1000، او معدل النقرات لكل 1000. يعني كل 1000 واحد بيخش على الرابط بيديك فلوس، سواء 3 دولار 10 دولار ايا يكن المبلغ اللي انت بتاخده. وليكن مثلا انا في مصر، او الشخص اللي بيخش عندي من مصر باخد 3 دولار. طب هل مختلفه يا عبد الرحمن؟ ايوه. لو رجعنا مثلا على الموقع نفسه تاني كده ودوسنا هنا كده وجبنا المدفوعات زي ما انت شايف اهو، اكتر حاجه بتدفع لها وهي اوروبا او امريكا بتاخد 12 دولار. بعد كده كندا 9، وبعد كده جيرماني 10، وهكذا طول ما انت نازل لحد اخر حاجه وهي الدوله المصريه بتاخد 3 دولار لكل 1000. طبعا زي ما انت شايف لكل 1000 فيو. تمام. خلينا نرجع تاني على لوحه التحكم، وزي ما انت شايف قلت دي الاحصائيات بتاعتنا. نبدا نمسكهم ايقونه. دوس على الثلاث شرط كده، واول حاجه عندي وهي كرييت لينك، واللي انا بكسب منها اللي هو ازاي انا بجيب روابط لاي حاجه. انت وشطارتك بقى يا معلم، ملف، صوره، تطبيق، وانت وشطارتك في حوار السي بي ام. ازاي؟ يعني انا لما اخلي الشخص من امريكا يخش على الرابط مش زي مصر، من امريكا باخد 12 دولار، بتاع مصر باخد 3 دولار. فانت وشطارتك في الموضوع ده، فهو شطارتك معتمده على الموضوع ده بس. وليكن مثلا جبت بقى اي رابط ميديا فاير، رابط جوجل درايف، رابط فيسبوك، رابط اي حاجه، رابط موقع مثلا محدش عارفه، وابدا مثلا رابط، وليكن مثلا الرابط ده مثلا، ده الرابط اهو، وابدا ادوس على كلمه كرييت. يبدا يديني لينك زي ما انت شايف اهو. ابدا اخد اللينك ده كوبي، وابدا اديه بقى للشخص اللي هو هيخش على الرابط ايا يكن بقى الخدمه اللي انت هتقدمها له. يبقى احنا كده عملنا الرابط. تاني حاجه وهي الداشبورد، وهي لوحه التحكم اللي احنا لسه قايلين فيها الاحصائيات. بعد كده اللينكس، او اللينك اللي هي فيها اللينكات بتاعتي، اللي فيها كل اللينكات اللي انا عاملها. بعد كده الويزدرو او السحوبات بتاعتي، لو انت عايز تسحب. طبعا انا معايا في الرصيد 1.7 دولار، لو انا عايز اسحبهم بس الحد الادنى للسحب 5 هنشوفه دلوقتي. توتال ويزدرو 43 دولار. لو دوسنا على الداشبورد تاني ورحنا على التولز وهي الادوات الخاصه بينا، واحنا مش هنحتاجها دلوقتي ملهاش لازمه. نروح على بعد كده الريفلر، وهي الاحالات اللي انا بكسب منها او انت تكسب منها او اي حد يكسب منها. ازاي؟ اللي هو لما تدي لحد الرابط بتاعك انت لحد ويسجل من خلالك، بتاخد نسبه من التسجيل او من الروابط دي. كام النسبه دي يا عبد الرحمن؟ 15%. وده الرابط اهو ينفع تديه لاي حد يسجل من خلالك. تمام، حلو قوي. بعد كده انت عايز تكلم الدعم، بعد كده الاعدادات لو انت عايز تغير السحب بتاعك او طريقه السحب اللي انت هتسحبها. طب ازاي؟ زي ما انت شايف دي الاعدادات بتاعتي اهو، الاسم والباسورد والكلام ده كله ده، والعنوان. مش عايزين الكلام ده كله. ننزل تحت خالص على كلمه مينيمم ويزدرو، اللي هو الحد الادنى للسحب، وهو 5 دولار لكل الكلام ده، سواء باي بال، بيتكوين، باير، اي حاجه بيرفكت ماني، كل دول 5 دولار. ببدا احدد ازاي يا عبد الرحمن؟ ببدا ادوس على السهم ده واختار الطريقه اللي انا عايزها، وليكن مثلا باير. محفظه باير انا شرحتها في الفيديو اللي فات، وهتلاقيها تحت اسفل فيديو مباشره الرابط بتاعها. هتروح تعمل لك حساب وتجيب العنوان بتاعك بتاع الدفع. طب العنوان ده بجيبه منين يا عبد الرحمن؟ بتخش على المحفظه وانا قايلها في الفيديو، وبتجيب العنوان زي كده، بيكون اوله بي واخره رقم. بتجيب العنوان تحطه هنا، وبعد كده تدوس على كلمه ايه؟ تدوس على كلمه سيف بروفايل. وبعد ما تحفظ بيظهر معاك من غير اي مشاكل كده محفظه باير اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات. لما بتيجي تسحب بتروح على كلمه ويزدرو وتبدا تسحب عادي جدا. لما توصل للحد الادنى اللي هو 5 دولار بتدوس على كلمه ويزدرو، والفلوس بتوصل لك بعديها في اقل من 24 ساعه على حسابك من غير
اي مشاكل، وبتوصل لك $5 سليمه ما بيخصمش اي عموله. تمام كده عرفنا ازاي نسحب، ازاي نعمل اللينك، ازاي نبعت اللينك للناس، كل الكلام ده، وازاي نكسب كمان من الحالات اللي الناس ما بتقولكش عليها. الفيديو كده مغطي كل التفاصيل. انت بس محتاج بقى انت وشطارتك في ان انت تدور على الشخص اللي هيدخل على الخدمه دي. وليكن مثلا انت عامل قناه يوتيوب، عامل موقع، عامل حاجه صفحه على الفيسبوك، بتقدم اي خدمه، موقع مش مع حد، صوره مش مع حد، قالب مش مع حد، سي في، كل دي افكار ممكن تستخدمها في ان انت ترفعها على ميديا فاير او جوجل درايف او ايا يكن، وتبدا تحط اللينك بتاعها في كلمه كرييت لينك، وتعمل لينك وتديه للناس يخشوا عليه. وانت وشطارتك برضو في حوار السي بي ام، وان السي بي ام الخاص بالدول، يعني الدوله اللي في اوروبا ب $12، اللي في مصر ب $3، وكل رابط مختلف عن التاني. فانت وشطارتك في الموضوع ده، ربنا ان شاء الله يكرمك وتبدا تحقق دخل كويس. ده اول موقع كده معانا. ما تنساش تتابع بقيه المواقع، هتلاقيها في السلسله بتاعتنا في قائمه التشغيل، تلاقي قائمه التشغيل تحت اسفل الفيديو مباشره. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت برايك، ولو عندك اي سؤال تحت في الكومنتات.